سلام. لندن في اللافان ديال القرن 19 وبالضبط سنة 1888 ماشي هي لندن اللي كنعرفو اليوم. كانت واحد المدينة اللي كتغرق في الظلام والضباب والفقر والحسقان، الشوارع ضيقة ومهجورة وكثر فيها الدخان اللي كيطلع من المعامل والمصانع اللي كانوا مكلمين هذيك الوقت. المدينة كانت عامرة بالطبقات الفقيرة والناس مقودة عليهم. الناس كتبات حدا الحيطان الباردة وكتسنى النهار اللي يجري على الليل. الناس كيضلوا تيدوروا في الزناقي، كل واحد فيهم كيحاول يدبر على لقمة ديال العيش ديالو، والبعض الآخر كان غارق في الضياع قحبين كما تنقولوا بالدارجة. وايت شابل حي ديك الساعات اللي كان معروف بالجرائم واللي معروف بالزناقي المظلمة والهاربات اللي كانوا كيقلبوا على اللقمة حلال. والجريمة كانت ديك الساعات كتضرب في كل لحظة، بحيث أنه كما قلت لكم هذا الحي كان فيه مجموعين فيه الطبقات الكادحة. وفي هذا الظلام هذا وهذا الضباب اللي كان تيعم هاد البلايص هادو، كان واحد المجرم اللي مخبي مورا ستار الغموض والرعب، جاك السباح. هاد بنادم هذا اللي حتى اليوم ما عرفناش شكون هو. كان كينتقل بين الناس، كيدخل للزناقي بحال شي طيف او شي شبح وكيرجع ويخرج والدم في يديه. جاك ما كانش كيقتل وصافي، ولكن كان كيتفنن وكيخلي وراه بصمه ديال الوحشيه ما كاين عند حتى شي حد. واول ضحيه عنده كانت هي ماري آن نيكولز، 43 عام، مطلقه وعندها 5 ديال الدراري، هاربه بحال كاع الهاربات اللي عايشين في الحي ديال وايت شابل. الدور ديالها حتى هي كتقاتل على اللقمه ديال العيش وكتموت في الزناقي. الحياه ديالها كانت كلها معاناه، ولكن اللي وقع ليها في 31 غشت 1888 كان ابشع من اي كابوس كان يقدر يطرى ليها كل ما زال عايشه. في واحد الزنيقه صغيره لقاو الجثه ديالها، العنق كان مقطوع من الوريد والكرش ديالها مشرطه بشكل مقود لدرجه الاطباء اللي جاو في ذاك الصباح قالوا ان الجريمه دايره بحال شي عمل احترافي جراحي، ولكن من طرف ماشي شي واحد اللي طبيب، ولا مجرد انه مجرم كيتسلى في الضحايا ديالو. وما كملاش حتى 10 ايام وضحيه اخرى طاحت. هذه المره هذه كانت ضحيه هي آني تشابمان، حتى هي هاربه فقيره مقوده عليها كتقاتل باش تجيب فلوس وتعيش النهار ديالها. وفي الليله ديال 8 سبتمبر لقاو الجثه ديالها في واحد الزنقه سميتها هامبري ستريت. كانت مشوه بواحد الطريقه اللي ما تصورش، العنق ديالها كان تا هو مقطوع، كرشها الحلوله وناقصين شي اعضاء او نقدروا نقولوا مسروقين. وهذا الشيء اللي خلى الامور تخرج على السيطره وبنادم يزيد يتزرع. الجريمه وضحت بزاف ديال الحوايج، سيختو ملي تسرقوا الاعضاء الداخليه، وهذا الشيء اللي خلى المشرحين يقولوا ان هذا القاتل عارف شنو كيدير وتيصيفط رسائل من خلال الجرائم ديالو. وبهذه الجريمه هذه خلانا خونا جاك قدام اكبر لغز، وكيزيد يهدد المجتمع والجميع بزاف ديال القوى اللي غادي تجي من القدام. الجو كان خايب في لندن، الناس مخلوعين والبوليس كيحاولوا يفهموا، ولكن ما كانش خونا جاك باغي يخليهم يتهناو. وفي واحد الليله ديال 30 سبتمبر خونا جاك قرر يضرب 2 مرات في ليله واحده. واول ضحيه عنده كانت هي اليزابيث سترايد، سويديه الاصل، في عمر ديال 44 عام، حتى هي هاربه كتقاتل في حياه يوميه صعيبه. لقاو الجثه ديالها في الزنقه ديال بيرنر ستريت. والغريب في القتل ديالها هو ان الجريمه كانت بحال نقدروا نقولوا ناقصه. العنق ديالها كان مقطوع، ولكن ما فيش ديك البشاعه اللي كانت تيخلي في الضحايا ديالو. وشي وحدين شافوا بنادم تيتسركل في الزنقه في الليل، ولكن ما عرفوش واش يقدر يكون جاك ولا غير شي واحد، ولا المهم براسهم هما مزرين وتزراو وهربوا في حالهم. ولكن خونا جاك اللي ما كانش عنده مع الراحه، حيت انه قرر يكمل الجريمه اللي بدا في ديك الليله في زمن قياسي. كان ديجا مخطط بزاف ديال البلانات غادي يوقعوا في هذه الليله.
وقرر يكمل الجريمة. الساعة اللي جاو يقلبوا عليهم لقاو الجثة ديال كاترين إيدوز في واحد الزنيقة قريبة. هاد الجريمة هادي كانت أكثر بشاعة. العنق مقطوع، الوجه مشوه، الكرش محلولة، والأعضاء الداخلية حتى هي مختفية. الأطباء قالوا هذه أخطر جريمة وقعت حتى لدابا. هاد المجرم عنده الوقت وكيدير الجريمة بحرفية اللي تخوف، لدرجة أنه كلشي ولا مزري، بالأطباء، بالمشرحين، بالشرطة، بالأحياء، بالأزقاء، بكلشي، بلندن، بالظلامة، بالضباب، بكلشي. وفي الوقت اللي جاو يقلبوا على الجريمة الخامسة، جاك كان لابس تقريبا نفس الخطة. الضحية ديال هاد المرة كانت هي ماري جين كيل، أصغر ضحية في الجرائم عنده. وحدة شابة عندها 25 عام، عايشة حياة قاسية بحال الهاربات اللي قبلها. لقاو الجثة ديالها في الداخل ديال الغرفة الصغيرة ديالها، والمشهد ديال الجريمة كان كيخلع بزاف، حيت أن الجثة ديالها كانت مشوهة بزاف، دم في كل بلاصة، أعضاء ديالها متناثرة في كل مكان، والوجه ديالها مبقاش باين من كثرة التشويش. البوليس قالت هادشي ماشي عمل ديال إنسان طبيعي، أنا عمل ديال إنسان وحش، أو ديال وحش اللي كنلخر. وبهاد الجريمة الأخرى جاك كمل الرعب ديالو وحط الجميع في واحد الحالة ديال الخوف دائمة، والناس بقات مخلوعة، وبزاف ديال الناس عطاو شهادات اللي ما وصلوا حتى شي حاجة. من بينهم الجار ديال ماري براسو اللي قال في الشهادة ديالو بلي سمع شي أصوات جاية من الغرفة ديالها، ولكن ما كانوش عنده البيضات باش يخرج ويشوف شنو كاين. وواحد الشاهدة أخرى حتى هي قالت بلي شاف شي راجل لابس الكحل كيتسركل تا هو في هذوك الزناقيط. ولكن الشرطة بهاد التصريحات هذه كاملة وهاد الشهادات ما قدرش توصل للقاتل. جاك السفاح بقى واحد من أعظم الألغاز في التاريخ. كيفاش واحد قدر يخلق هذا الكم ديال الرعب ويمشي وسط الناس بلا ما يشوفوه؟ واش كان طبيب؟ واش مجرد مجرم اللي كيبغي يلعب القانون؟ لندن في ذاك الوقت كانت كتعيش في كابوس، وهذا الكابوس مازال كيخوف الناس حتى اليوم. جاك السفاح، قاتل اللي قهر الشرطة، الرمز ديال الرعب في التاريخ البريطاني. علي الخوت، نتمنى تكون عجبتكم القصة، ونتمنى استفدتوا معايا واستمتعتوا معايا. عجبتكم ديروا لنا لايك، ما عجبتكمش ديروا ديزلايك. علي بيس.